السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم عبد أسامة وفيديو جديد. والنهاردة بعد ما جالي طلب من واحد في التعليقات ان انا ابني علم سوريا، وده اللي انا هعمله في الفيديو. تحقيقا لطلبه، هو راجل طلب مني طلب وانا اكيد هنفذه له. يلا بنبدأ الموضوع عليكم، بس قبل ما نبدأ تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، ونرجع لكم بعد الانترو. تمام يا شباب، رجعنا لكم. وزي ما انتم شايفين هي دي الحاجات اللي احنا هنحتاجها في البنى: الجرين كونكريت والريد كونكريت والبلاك كونكريت والوايت كونكريت. ويعتبر نفس علم مصر، بس بدل النسر اللي في النص ده هيبقى فيه نجمتين خضر. يلا بينا نبدا الموضوع عليكم. وانا حابب اشكركم جدا على الدعم الرهيب الخرافي على الفيديو اللي فات بتاع علم مصر. الفيديو جاب اكتر من 350 مشاهده، ودي حاجه ما بتحصلش في العاده. فحابب اشكركم جدا على حاجه زي كده. يلا بينا نبدا. اول حاجه هنعمل فاصل بس بين العلم ده وبين العلم ده. تمام. علم سوريا يبقى بالشكل الآتي: أحمر فوق وأبيض تحت والأسود آخر حاجة خالص. هيبقى 26 بلوكاية بالطول اللي هو كده، وست بلوكات لكل صف زي ما تشوفوا كده. يعني بالشكل ده كده: 1 2 3 4. كام دول؟ 25 26. ونيجي هنا 6. 1 2 3 4. دي 5، والأساسية دي الستة اللي هي دي اهي. ونيجي هنا ونبني الأحمر: 1 2 3 4 5. ادي 6. ونيجي الأبيض. ايه ده؟ لا يا شباب، احنا قلنا زي علم مصر، يعني الأبيض في النص. 1 2 3 4 5 6. نيجي بقى الأحمر: 1 2 3 4 5 6 7. لا 6 بس. نوصل. وات. مش مشكلة، اكيد دول كان فيهم حاجة زيادة. اكيد علم مصر كان في حاجة زيادة، لان دول عددهم بتهيألي يعني عددهم مظبوط. مظبوطين. يبقى كده علم مصر هو اللي كان فيه حاجة زيادة، مش مشكلتنا دلوقتي. ننزل نكمل دلوقتي العالم اللي احنا فيه. نوصل بقى كل حاجة في لونها، يعني الأسود هنوصل بالأسود. طبعا يا شباب احنا بنستخدم الكونكريت العادي، مش الكونكريت البودر، ده أفضل. نبدأ بقى في الحشو زي ما عملنا في فيديو مصر. تمام يا شباب، وادي كده بعد ما خلصنا بقى معانا بالشكل الرائع ده. ولسه برضه زي ما هو علم اليمن، زي ما عملنا في علم مصر، يعتبر اصلا نفس العلم بس مع اختلاف النجوم. طبعا دلوقتي احنا مش عايزين الحاجات دي بقى، اللي هو الريد كونكريت والبلاك كونكريت والوايت كونكريت. كل اللي هنعوزه اللي هو الجرين كونكريت. دلوقتي التصميم هيبقى كالاتي يا شباب: المفروض ان احنا نعمل نجمة هنا اهو، ونجمة هنا اهو، حسب العلم الجديد. بصوا يا شباب هيبقى كالاتي: ننزل بس تحت، نستخدم الجرين ده، نعد من هنا اهو
دي 1 2 3 4 5 6. هنروح كاسرين واحدة ورازعين دي، لأ هنا اهو الناحية التانية كذلك. نعد برضو 1 2 3 4 5 6. نروح كاسرين واحدة هنا اهو كده يا شباب. تمام، ونروح مفوتين واحدة، كاسرين واحدة ورازعين دي الناحية التانية نفس النظام. بس نجيب الوايت كونكريت تاني، يا ريتنا مرجعناه. وايت كونكريت اهو. ايه ده؟ لا مش دي، وايت كونكريت العادي، مش عايزين وايت كونكريت باودر، اهو الوايت كونكريت. الدنيا ليلت علينا يا شباب، رزقنا ده هو بالشكل ده. زي ما انتم شايفين بقت معانا بالشكل ده يا شباب. نعمل التانية زيها عشان تبقى هي مش نجمة، بس هي تعتبر نجمة يعني، لأن النجوم صعب إن أنت تبنيها في ماينكرافت، تاخد مساحة كبيرة. بس كده يا شباب، بتهيألي كده خلصنا. هو ده كده يا شباب علم سوريا. بس اتمنى لو الفيديو عجبكم مش تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو انت في نفسك اي علم عايز نعمله المره الجايه اكتب لي بس في التعليقات وانا برد على كل التعليقات.